بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، هنا من ملعب فرانسو حريري في أربيل، أهلا ومرحبا بكم. ومباراة الدور الخامس والثلاثين من دورينا الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. أربيل يستضيف سامراء. أربيل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة، يستضيف صاحب المركز الأخير والذي ودع رسميا فريق سامراء برصيد 11 نقطة فقط جمعها سامراء. أمامك السيد مصطفى مهنا قائدا لهذه المباراة، الحكم الدرجة الأولى منذ العام 2013، دكتوراه في التربية الرياضية، هو من يقود هذه المواجهة التي تجري على فرانسو حريري. مصطفى مهنا يساعده في إدارة هذه المباراة الكرار عباس مساعد أول، باسم مزهر مساعد ثاني، وأكرم محسن الحكم الرابع في هذه المواجهة. أمامك تشكيل أربيل: نزار محروس الذي يدخل المباراة بحسنين محمد في حراسة المرمى، كوسروت بايس وهيردي سيمن، سعد أحمد وياسر سلام، بينما منتصف الملعب لشوان مامو، راوى يوسف، بلال صالح، والمقدمة للشيركو كريم، مروان حسين، ياسين سامية. أكيد أربيل بالألوان المعهودة الصفراء والسوداء وبالألوان البيضاء والحمراء سيكون فريق سامراء، بينما السيد مؤيد طه المساعد الذي يقود الفريق في هذه الجولات الأخيرة يدخل المباراة بأبو بكر وائل في حراسة المرمى، محمد عدنان، علي رعد، حسن محمد، عبد الرحمن رائد، مرتضى جمال، مهدي حميد، وحسين عبد الله، عبد القدوس علي، أحمد حميد، والحسن سعد. هذه تشكيلة سامراء. أمامك نزار محروس صاحب 59 سنة، تجارب عديدة، في رصيده لقب دوري مع أربيل وألقاب مع الفرق التي تدربها، هو مدرب معروف على مستوى المنطقة العربية، تواجد في الإمارات، في السعودية، وفي لبنان، وفي الأردن، وفي العراق فقط مع أربيل، بينما عدة أندية دربها في تلك البلدان، بالإضافة إلى تدريبه منتخب سوريا. حسنين محمد الحارس البديل، حسين علي جولي الموجود مع منتخبنا الأولمبي أو منتخب تحت 23 سنة هنالك في أوزبكستان، وحسنين محمد من ينوب عنه في هذه الجولات الجمهور الأربيلي الهوليري الحاضر في فرانسو حريري، هنا ينتظر صافرة مصطفى مهنا من أجل إعلان بداية هذه المواجهة. أكيد دقيقة توقف في قراءة سورة الفاتحة على روح الراحل اللاعب السابق حيدر عبد الرزاق. وهنا بعد هذه الأحداث تأتي صافرة حكم المباراة السيد مصطفى مهنا تعلن عن بداية المواجهة. كرة تلعب الآن في الخلف عند لاعبي سامراء. الجماهير الهوليرية حاضرة هنا من أجل حصد الانتصار 11 لها هذا الموسم، خصوصا وأن أربيل قادم من محافظة بابل من تعادل من هنالك أمام القاسم في تلك الجولة، وسامراء قادما من خسارة أمام الكهرباء على ملعبه بهدفين مقابل هدف. المحاولة عند اللاعب أحمد حميد، يحاول عليها لكن هنالك من يتدخل على كرة أحمد حميد وتذهب الكرة إلى لاعبي سامراء. هنا كرة تلعب الآن، هدف أول يأتي الآن، الله مبكر في الدقيقة الأولى، حسين عبد الله يضرب حصون أبناء القلعة الصفراء في فرانسو حريري على أرضهم وما بين جماهيرهم. رفاق مؤيد طه يفعلوها منذ البداية في أول الثواني، في أول اللحظات، ضربة أولى من أبناء الملوية تأتي في شباك أربيل وفي شباك حسنين محمد، هذا القادم من الصناعة حسين عبد الله. لاعبين أخذوا الفرصة في ختام الدوري بعد أن سلم الفريق زمام الأمور وهبط، الآن يظهرون، ومع ظهورهم يظهر هذا اللاعب. أمامك حسين عبد الله، لاحظ هنا الكرة من حسن محمد شلوب باتجاه حسين عبد الله ومن تحت أقدام حسنين وفي مرماه مبكرا من دون أي تسلل، من دون أي تفكير، الكرة في مرمى أبناء هولير في هذه اللحظات. الحديث مستمر والبداية بهدف. اللاعب القادم من الطلبة إلى سامراء، هذه كرة تلعب إلى الأمام خلف المدافعين في محاولة ردة فعل الآن من جانب لاعبي أربيل. كرة تنقل الآن في انتظار عرضية مروان، الله، ردة فعل سريعة تأتي من مروان، الرأس الذهبية لمروان تأتي بالتعادل لهولير مرة أخرى.
التعادل يأتي في هذه اللحظات، وصاحب 30 سنة. لاحظ هنا كرة تلعب مروان بالرأس وفي مرمى أبو بكر وائل، تسكن الكرة الشباك وتأتي بالتعادل لأربيل. لاحظ العرضية المثالية ومروان هنا يفعلها ويأتي بالهدف الأول لأربيل. تلعب الآن لمصلحة بارزان شيرزاد في هذه اللحظات. ياسين عدنان سامية يحاول عليها ياسين السوري في هذه الكرة وتخرج وتغادر إلى خارج أرضية الملعب مع إشارة من حكم المباراة على أن الكرة فيها تدخل على ياسين سامية وخطأ لمصلحة لاعبي أربيل. الخطأ على عبد القدوس علي، وبالتالي مرمى سامراء الآن يتلقى الهدف. لاحظ هذه الكرة، هل تدخل عبد القدوس؟ نعم تدخل على ياسين سامية، والهدف الثالث والستين في مرمى سامراء هذا الموسم. خبرة قرمان متواجد في أربيل منذ العام 2015 بعودة جديدة الآن. حيدر قرمان الاسم القديم في أربيل، قبل ذلك الموعد قرمان موجود منذ أيام الدوري الأول لأربيل والثاني والثالث وقرمان موجود. والآن ضربة حرة مباشرة لمصلحة أربيل يقف عليها حيدر قرمان. الآن الكرة سيرسلها في منطقة الجزاء ورأس مروان تنتظر، رأس سامية تنتظر من سيضعها في مرمى أبو بكر. عالمي عالمي عالمي، هدف عالمي من الخبير قرمان. الآن يأتي بالهدف الثاني لأربيل، ضربة حرة مباشرة ترسل مباشرة إلى سامراء، وضعها في قمة الملوية من القلعة في الشمال إلى الملوية في صلاح الدين وفي الذات في سامراء. حيدر قرمان الآن هو من يشعل المواجهة ويضيف الثاني. لاحظ أي خطأ يا حارس المرمى، أين وضعتها؟ هذه في مسكن الشيطان، هنا يسكن في هذا المكان، وهذه الكرة تذهب إلى مرمى سامراء. جميلة بكل جمال كرة القدم، قدم يمنى رائعة بخبرة تلك السنين وبخبرة تلك الأيام التي قضاها هنا، يضعها في مرمى سامراء. الكرة تنقل لمصلحة لاعبي أربيل. حسن محمد خطف الكرة، موهبة ممتازة في سامراء. الله، هل هي مباراة الأهداف العالمية؟ هل هي مباراة الأقدام الذهبية؟ لكن القفاز الذهبي لحسنين محمد في ردة فعل عالمية على هدف ذاهب إلى مرماه. الكرة في آخر لحظة طار لها حارس المرمى ومنعت اللوب من فرحة هدف لسامراء في منطقة الجزاء. تنقل متابعة المحاولة في انتظار تسديدة أو كرة تلعب لفة على المرمى، وهنا ردة فعل ممتازة. حسنين محمد صواريخ تطلق على مرمى الحارس حسنين في يؤدي الأدوار، وهذه النقطة الفاصلة في المباراة التي ظهر فيها حارس المرمى وأبقى التقدم لأربيل. هذه كرة ثانية على كرة التسديدة من هذا المكان من حسين عبد الله وإلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة، لاحظ الكرة التي سددت مباشرة جاورت قائم حارس المرمى الذي عمل محاولة في الطيران من أجل التصدي. صافرة مصطفى مهنا تنطلق الآن. حيدر ينقلها إلى الأمام في الخلف، مرة شيركو لكنها مرت. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام السيد مصطفى مهنا ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم أربيل على سامراء بهدفين مقابل هدف. سنعود وإياكم إلى الأجواء في شوط المباراة الثاني بعد الاستراحة ما بين الشوطين. العودة بالصوت والصورة إلى الزميل محمد حسين وضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي. زميلي محمد تفضل، إليك الكلمة. وزيد نجاح وسيف جبير فقط في الدكة. صافرة مصطفى مهنا مرة أخرى، مرحبا بكم مشاهدينا. وتعلن عن بداية شوط المباراة الثاني الذي سيكون بشكل مغاير عن شوط المباراة الأول بشكل كبير باعتقادي أيضا. بفرانسو حريري، هنا كرة تنقل الآن شيركو كريم، رحلة الهدف الثالث يفكر بياسين سامية. نعم يسدد، ضيع هذه الكرة بنقلة طويلة. لاحظ هذا المرور من شيركو، عملية أخذ مدافعين في آن واحد. الآن دور التمرير إلى ياسين سامية، لكن اتخذ القرار الأصعب، التسديد. تلعب بهذا الأسلوب وبهذه الروح وأنت تعلم أنك هابط، أمر يحسب إلى السيد مؤيد طه. هنا
شيركو كريم في انتظار عملية وصول اللاعب الآخر روى 10 إلا ربع بتوقيت بغداد، سيواجه أمانة بغداد. هنا كرة تلعب ياسين سامية، ورقة حمراء، ورقة حمراء على أبو بكر وائل، ورقة حمراء على أبو بكر وائل. شيركو هو الأقرب الآن، هل هي الهدف الثالث؟ شيركو العارضة ترد، العارضة ترد كرة شيركو كريم الآن. هذه كرة شيركو التي ردتها العارضة، لاحظ مباشرة بالعارضة الأفقية، وإبعاد أتى للكرة من عبد الرحمن رائد. تلعب كرة لأربيل، عملية الانطلاق الآن، محاولة شيركو كريم من أجل الثالث. شيركو يحاول يلعب كرة إلى ياسين سامية، يستبسل زهير فاضل في هذه الكرة، يستبسل زهير فاضل في هذه الكرة. في وسط الملعب علي رعد، حسن محمد يحاول عملية الضغط موجودة على حسن محمد. في هذه اللحظات نشاهد زيدان عبد الجبار على الخط، لكن أعتقد أن التغيير لن يتم لأن نفاذ الوقت الآن. ويونس رشيد كرة طويلة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. وهنا مشاهدينا الكرام تأتي صافرة السيد مصطفى مهنا تعلن عن نهاية المواجهة بانتصار فريق أربيل على سامراء بهدفين مقابل هدف. مبروك لأربيل ولجماهير أربيل على هذا الانتصار وهذا التقدم. هارد لك لفريق سامراء على أمل التعويض في قادم المباريات وفي الدوري الدرجة الأولى بالتحديد. هنا أترككم في أمان الله وحفظه. العودة بالصوت والصورة إلى زميل العزيز محمد حسين والضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي. زميلي محمد تفضل لك الكلمة.